بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأهلي والأحداث العالمية والزمالك والأحداث الملتهبة. الأحداث الملتهبة في الزمالك، المشتعلة في الزمالك. صورة نزلت لبن شرقي ودونجا لاعب الزمالك. صورة نزلت عادية يعني، في مكان سهرين سوا. اللعيبة دي أصحاب، خد بالك يعني. لعيبة الأهلي والزمالك دول صحاب وبيخرجوا يسهروا سوا، يتعشوا سوا، يعني يتمشوا سوا عادي. فصورة نزلت لدونجا وبن شرقي قلبت الدنيا. ايه يا عم، هو دونجا خلاص يعني دونجا هيروح الأهلي ولا بن شرقي اللي هيجي الزمالك؟ الزمالك يقول لك بس كده يبقى بن شرقي. يا عم لا، مفيش الكلام ده. طب دونجا هيروح لا يا عم، مفيش الكلام ده. الاهلي مش محتاج دونجا في نص الملعب خالص. ده حتى دونجا اصلا لعيب فاشل في الزمالك. سيبك انه كل 10 ماتشات يجيب لك جول ويعمل لك مش عارف ايه. دونجا يعني امام عاشور عامل له خرم في دماغه، والله بجد. الواد بيشوف امام عاشور يا ابني. اقول له ايه؟ المهم يعني لا في دونجا في الاهلي ولا في بن شرقي في الزمالك. القصه كلها لعيبه اصحاب عادي عادي خالص، وبيقعدوا مع بعض يصوروا سوا صوره. الدنيا عاديه يعني، الدنيا ما يخربتش يعني. طيب، الاهلي النهارده هيدشن حفل الاستاد بتاعه، وحفله النهارده عالميه من معبد حتشبسوت من الاقصر، محافظه الاقصر. الاقصر بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب تتفسح. المهم، فاستاد النادي الاهلي هيكون في مستشفى، هيكون في مول، هيشيل 42,000 مشجع اهلاوي. لا يعني ايه، الاستاد ده هيشوف النور خلال 4 سنوات. التفاصيل كلها النهارده. وامبارح برضو كان حفلة الاستاد، وبداية الشركات المنفذة بدأت ووقعت العقد بتاعها خلاص. يعني النادي الاهلي يا جماعة في الاحداث العالمية. امبارح نجم ايطاليا كان في النادي الاهلي، واثنى ثناء كبير جدا واشاد بالنادي الاهلي وبقلعة النادي الاهلي. والزمالك بقى مدرب بيمشي، مدرب بيجي، لعيب بيمشي زي مشلاك. بعد ما لبس الزمالك هيلبس الزمالك في قضايا، والزمالك هيدفع غرامات لمشلاك ده مش اقل من 2.5 مليون دولار. 2.5 مليون دولار. فالدنيا متكركبة في الزمالك بسبب، في الزمالك مجلس إدارة فاشل، لكن في الأهلي مجلس إدارة ناجح. هو ده الفرق، هو ده الفرق. الاهلي والاسماعيلي بعد بكره بقى يوم الاحد الساعه 7 ماتش. نظريا تقول الاهلي يكسب مرتاح بسبب الدربكه اللي في الاسماعيلي. اهلي والاسماعيلي ماتش يعني نظريا يقول لك يا عم ده الاهلي يكسب 3 4 5 عادي، مفيش مشكله. شوف الاسماعيلي ده اللي كان الاهلي او الزمالك لما يروح له اسماعيليه، يعني لو جدع خد بونط منه. كان الاسماعيلي بيفوز على الاهلي والزمالك في القاهره. الاسماعيلي ده كان فرقه مرعبه. دلوقتي انت بتقول الزمالك بمستواه السيء مع جروس فاز على الاسماعيلي 2-0، وبتقول ان ماتش الاهلي والاسماعيلي انا اتوقع ان الاهلي يفوز 3 و4 و5 و6 كمان. ليه؟ اسماعيلي مدرب مشي، الدنيا متكركبه. اسماعيلي المركز ال 14 في الدوري، فالدنيا وحشه جدا في الاسماعيلي. الدنيا سيئه والله. انا بالنسبه لي انا زعلان على مستوى الاسماعيلي. انا بحب كره الاسماعيلي، بحب كره الدراويش، ومين ما يحبش كره الدراويش، الصمبا البرازيليه. لكن الاسماعيلي بقى له اكتر من 10 سنين يا جماعه. الاسماعيلي تايه، ده اكتر من 10 سنين. الاسماعيلي تايه، الاسماعيلي بيصارع من اجل الهبوط. فين رموز الاسماعيلي؟ فين اداره الاسماعيلي؟ فين المسؤولين من النادي الاسماعيلي؟ النادي الاسماعيلي نادي قلعه كبيره، القلعه الثالثه بعد الاهلي والزمالك. القلعه الثالثه بعد الاهلي والزمالك هو النادي الاسماعيلي يا جماعه، حيث الشعبيه والجماهيريه والبطولات وكل حاجه. فالاسماعيلي خساره،
والف سلامه. طيب توقعاتك لماتش الاهلي والاسماعيلي قولها في تعليق. الزمالك وبتروجيت يوم الاحد بعد بكره برضه الساعه 4. قول توقعك في تعليق للزمالك وبتروجيت، وخاصه ان بيسيرو مدرب الاهلي السابق ومدرب الزمالك الحالي هيكون متواجد في ماتش الزمالك وبتروجيت. وبعدها بقى القمه، الاهلي والزمالك، قمه الاهلي والزمالك يوم 22 فبراير القادم. طيب يبقى توقعاتك لماتش الاهلي والاسماعيلي، توقعاتك لماتش الزمالك و بتروجيت قولها في تعليق. كزملكاوي تتوقع نجاح تجربة بيسيرو مع الزمالك؟ كزملكاوي هل أنت تتوقع أو تتوقع أن ينجح بيسيرو مع الزمالك؟ قول توقعك في تعليق. قول توقعك في تعليق. ولا شايفه هيكون كبش فدا زيه زي جروس زي جوميز زي في ظل وجود إدارة فاشلة؟ قول توقعك. طيب الزمالك عايز يخطف حمزة علاء من الأهلي. حمزة علاء أولا عقده خلص مع النادي الأهلي زي زيزو كده، والأهلي لحد دلوقتي ما جددش معاه. ممكن يجدد الأهلي لو محتاج حمزة علاء هيجدد معاه في 3 ثواني، في ثانية إلا ثانية هتلاقي حمزة علاء مجدد. الأهلي مش محتاجه خلاص، يروح الزمالك، يروح هنا يروح هنا، ما عندوش مشكلة الأهلي. فالزمالك بيتكلم عليه، لكن مع تعيين بيسير ومدير فني جديد للزمالك الأمور ممكن تختلف عن أيام ما كانت جروس. فبيسيرو بقى هيكون صاحب الكلمة ده لو استمر وكمل بيسيرو يعني لنهاية الموسم يعني في الزمالك. طيب مهيب عبد الهادي بيفجر قنبلة الموسم. مهيب عبد الهادي مذيع اللي بيطلع على قناة MBC مصر برنامج اللعيب بيفجر قنبلة الموسم. ايه يا عم مهيب قال ايه؟ هقول لك والله نفس الكلام اللي بنقوله من زمان. خد بالك الاهلي لما بيحط دماغه في حاجه، خد بالك الاهلي برضه مترقب وقاعد بيتفرج من بعيد. في المشهد ومحدش يعيب على الاهلي، يعني خد بالك الاهلي ما خطفش اللاعب ده، اللاعب ده عقده انتهى. يحق للاهلي وكل انديه العالم تتفاوض مع اللاعب، خاصه انه لاعب قوي جدا. وخالد الغندور قال لك والله زيزو لو راح الاهلي في التوقيت ده ممكن يقعد دكه. زيزو يا راجل هيروح يقعد دكه؟ هيقول له لو راح الاهلي في التوقيت ده او توقيت كاس العالم هيكون دكه. قال لك هيلعب على حساب بن شرقي، هيلعب على حساب تريزيجيه، على حساب حسين الشحات. قال لك مستحيل يلعب على حساب دول، فهيكون زيزو دكه. زيزو اللي هو نجم الزمالك الاول، نجم الشباك، نجم نجوم الزمالك، هيروح الاهلي هيقعد دكه؟ والله وارد عادي. يعني عندك بن شرقي، عندك تريزيجيه، وعندك حسين الشحات. ده الاهلي هيبقوا فيه اجنحه يا جدعان في كاس العالم، يعني اوعى وشك، ضرب نار يا باشا، ضرب نار يا باشا. ف مهيب عبد الهادي اكد الكلام اللي بنقوله، قال لك في مسؤولين اهلاويه قعدوا مع والد زيزو، والكلام ده قلناه كتير هنا، وخلصوا مع والد زيزو على كل حاجه. سواء هو الاهلي عايز زيزو يجي على كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه يوم البطوله دي هتبدا في منتصف يونيو. منتصف يونيو هيكون الموسم انتهى اعتقد، فيقدر الاهلي ياخد زيزو حتى لو باقي في ماتش ولا ماتشين. بس الموسم الدوري هيكون انتهى، ممكن الكونفدراليه بقى تكون لسه، فالقصه دي هنشوفها. المهم يعني زيزو على كاس العالم للانديه يروح الاهلي، فالاهلي عايز كده، يبقى زيزو انطلاقته الاولى مع الاهلي في كاس العالم للانديه. في كلام تاني يقول لك لا ناخده عن طريق كوبري عن طريق كوبري، يروح الوكرة القطري مثلا 3 4 شهور 5 شهور، واحنا مرتبطين
بعلاقة جيدة جدا مع رئيس نادي الوقرة ومسؤول الوقرة، فنجيبه من هناك، ويبقى جه عن طريق كوبري زي الوقرة القطري، زي إمام عاشور كده يعني. تمام. تمام. لكن في النهاية راح الوقرة، راح الريان، راح الاتفاق، راح الفتح، راح الشباب، راح النصر، راح أي فرقة، المحصلة النتيجة إيه؟ هيكون في الأهلي. لكن هو لو راح الوقرة مش هيلعب كأس العالم مع الأهلي الأندية، إنما لو جه الأهلي مباشرة من الزمالك هيلعب كأس العالم للأندية. ده اللي الأهلي عايزه، وبيفحر وراه وبيخلص فيه في الأيام دي. زيزو مطمع لأي حد. واحد أهلاوي هيقول يا عمي والله عندنا أحسن منه، هقول لك موافقك، لكن زيزو قيمة كبيرة جدا، قيمة كبيرة جدا. طيب، كوتيسا الأهلي لسه مركز معاه. عفوا، الحمد لله، دور برد، الحمد لله. كوتيسا الأهلي لسه مركز معاه، لسه عايزه يعني. اه يا سيدي، ايوه. طب ما الاهلي عنده في الاجانب بن شرقي، عنده اشرف داري، عنده يحيى عطية الله، عنده معلول، عنده جراديشار، 5 مكتملين على كاس العالم يا باشا، هتبان الصورة. لكن كوتيسا لعيب تقيل، لعيب الاهلي محتاجه. ساعتها ممكن في واحد في الاجانب يطير وتجيب كوتيسا. كوتيسا لعيب عالي جدا، فالاهلي مركز فيه. عاوزه. اهلي قطر مونوريل سريع، عارف هو عايز ايه. الزمالك عارف قطر القشاش، عارف مجلس الاداره مخلي الزمالك كده. سلام عليكم.